بحضور وزراء خارجية أفارقة ورؤساء اتحادات كرة قدم ولاعبين سابقين. مؤتمر رفيع المستوى يتطرق لدور كرة القدم بإفريقيا في تعزيز التعاون جنوب جنوب وفق رؤية رابح رابح، رياضة تتجاوز شعبيتها الحدود الجغرافية لتكون أحد عوامل التكامل ومحددا لرؤية العالم للقارة الإفريقية. الرياضة بشكل عام لها دور مهم، لكن كرة القدم وبشكل خاص لها دور فعال في تقريب الشعوب بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. علينا تقوية الشراكات بين البلدان في هذا المجال، خاصة على مستوى التكوين وتبادل الخبرات التقنية وخلق البنيات التحتية الرياضية الملائمة. وأكد المتدخلون في المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه كرة القدم كأداة للتعاون جنوب جنوب لتعزيز التكامل الإفريقي، وللمغرب تجربة غنية في هذا السياق من خلال 46 اتفاقية شراكة أبرمتها الجامعة الملكية لكرة القدم في مجالات نقل الخبرات والبنى التحتية وكرة القدم النسوية. أود أولا تهنئة المغرب لما قام به على مستوى تطوير كرة القدم وكذا البنيات التحتية الرياضية. هناك اندماج جيد بين الرياضة وكرة القدم والسياسة في هذا البلد، وهذا نموذج تحتذي به الدول الإفريقية التي تجمعها شراكات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أنا سعيد لأنني أشارك في هذا الحدث. وينظم الحدث بالتزامن مع كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة، والتي تستضيفها المملكة بحضور 46 رئيسا للاتحادات الإفريقية لكرة القدم، كما يأتي قبل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المرتقب انعقاده بالعاصمة الرباط.